بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في فيديو النهاردة هنعمل فطيرة اللحمة المفرومة. هنعمل أحلى وأجمل وأسهل فطيرة هتطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني طعمها حلو جدا زي الرقاق وأحلى كمان. يعني طعمها أحلى من الرقاق بكتير. هتعجبكم جدا، من أحلى وأجمل الفطاير اللي ممكن تعملوها في البيت وتطلع معاكم ناجحة من أول مرة. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، ضفت عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وهقلب بالشكل ده. وهنجيب مية عادية، دي مية عادية من الحنفية. هنقلب كده بالشكل ده، وهبتدي بقى اعجن. كمية المية لنص كيلو الدقيق يعني حوالي كوباية ونص من المية، وطبعا كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. علشان العجينة بتاعتنا تطلع مظبوطة هنضيف كمية المية شوية بشوية، يعني مش هنضيف المية مرة واحدة. هنضيف كده بالشكل ده. ولازم نعجن الفطيرة بتاعتنا يعني مش اقل من 10 دقايق، عشان تاخدي احلى واجمل وانجح طريقة للعجين. يعني دي افضل طريقة للعجين، 10 دقايق وكمان ممكن اكتر شوية، بحيث ان العجين بتاعك يطلع ناعم ويطلع جميل جدا بالشكل ده. ده بعد 10 دقايق من العجن هبتدي اشكلها زي ما حضراتكم شايفين. هنعملها كور صغيرة بالشكل ده. هنبتدي ندهن ايدينا زيت، واعملها كور صغيرة بالشكل ده، يعني نفس الحجم ده. بصوا انا خلصت كل الكور بالشكل ده، وطلعت معايا آه، العدد ده. يعني انا طلع معايا حوالي 12 كورة. دول 12 كورة. هنسيبهم يرتاحوا، هدهنهم كده كويس جدا بالزيت واسيبهم يرتاحوا. عندي هنا طاسة سخنة جدا، حطيت فيها معلقة صغيرة من السمنة، معلقة صغيرة جدا بس عشان اللحمة المفرومة بتاعتنا ما تلزقش في الطاسة. وهنبتدي نقلب اللحمة المفرومة. كمية اللحمة دي ربع كيلو، ده ربع كيلو من اللحمة المفرومة. هنعمل بيه صينية فطير، هنعمل بيه الفطيرة بتاعتنا، وهيطلع الكمية مناسبة وجميلة جدا. عندي هنا التوابل: معلقة صغيرة من فلفل اسود، معلقة نص معلقة من القرفة، ومعلقة من السبع بهارات، ومعلقة من الملح. لما بنضيف التوابل على اللحمة المفرومة كده بتاخد معانا الزفارة، بتخلي طعم اللحمة بتاعتنا حلو جدا. هنبتدي بقى نعمل العصاج بتاعنا. دي لحمة معصجة عادية جدا. هسيبها بقى على النار، ونسيبها نوطي عليها النار ونسيبها لغاية ما تتعصج معانا وتستوي تسوية كاملة. هنيجي بقى للفطير بتاعنا هنا. ده بعد ما ارتاح مش اقل من نص ساعة. جبت هنا نص كوباية من السمنة على الزيت بالشكل ده. وهنبتدي بقى ندهن دهنة خفيفة جدا، يعني مش زي الفطير المشلتت، لا احنا هندهن دهنة بس. بمجرد ما بس ندهن ايدينا ونعرف ندهن نفرد الفطير بتاعنا. بصوا ما شاء الله، الفطير العجين بتاعنا لازم يرتاح نص ساعة علشان يتفرد معانا بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين. بمجرد ما بنحط الفطير بتاعنا ونبتدي ندوس عليه ونشده كده بالطريقة دي، الكور هتتفرد بكل سهولة جدا. واحنا يعني مش هنفرد اكتر من كده. بصوا ما خدتش معانا وقت خالص. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وندهنها بالسمنه، ونبتدي بقى نحط عليها الدقيق كده اول فطيره. انا يعني فردتها بسهوله جدا زي ما حضراتكم شايفين. وهنبتدي بقى نفردها كويس جدا من تحت. لازم الفطيره الاولانيه دي نفردها كويس جدا علشان ما تبتديش تلم معانا بعد ما نحط عليها باقي الفطير. هنجيب كرة تاني وهفردها، وزي ما قلت لحضراتكم كل ما العجين بتاعنا يرتاح كل ما هيسهل عليكي جدا جدا الفرد بكل سهولة. بنبل ايدنا بس سمنة، يعني ممكن ما نخلصش اصلا نص الكوباية سمنة، يعني ممكن ناخد ربع كوباية سمنة على زيت، يعني معلقتين سمنة على معلقتين زيت، تعملي احلى واجمل فطيرة باللحمة المفرومة. هندهن كده دهنة حلوة من السمنة، ونبتدي بقى نشيل الفطيرة بتاعتنا كده بسهولة، ونحطها على اللي احنا فردناها اول مرة بالشكل ده. ونبتدي نحاول ان احنا نساوي الاتنين على بعض علشان ما فيش واحدة تبقى اكبر من واحدة. هنكرر العملية دي كلها في كل الفطير زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل تحت 6 كور، طلعوا معانا 12 كورة، نص كيلو دقيق. نعمل تحت 6 كور بالشكل ده. وبعدين في الفترة دي عندنا اللحمة المفرومة بتاعتنا او العصاج بتاعنا بيستوي. في الفترة دي بقى لو عايزين تضيفوا له يعني حوالي ربع كوباية كده من المية، بحيث ان انت تبقي متأكدة ان العصاج بتاعك استوى جدا.
انا ضفت ربع كوباية من المية وعصقته كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين. هنا عملنا ست فطيرات من تحت كده بالشكل ده. خلصت 6 الفطيرات. وبعد كده هنحط كمية اللحمة المفرومة بالشكل ده. هنضيف اللحمة وهفردها كويس جدا بالراحة عشان اللحمة المفرومة ما تجيش على الأطراف، وأثناء التسوية ما تخرجش في الفرن بتاعتنا. هنفرد كده بالشكل ده. يعني في الوقت ده لو عايزين تضيفوا جبنة او تضيفوا اي نوع من الخضار او زيتون برضو بتبقى حلوة جدا، بس انا فضلت اسيبها كده كده، بتبقى قريبة جدا من الرقاق وبتبقى حلوة جدا جدا. هنسيب بقى الفطيرة كده ونبتدي بقى نكمل باقي كمية الكور بتاعتنا. احنا قلنا عندنا 6 من الكور، حطينا 6 تحت وتفضل 6 في الجزء التاني. نحط 6 تحت ونحط 6 فوق. وممكن لو الصينية بتاعتكم اكبر من كده ممكن تعملوا الفطير بحجم اكبر، يعني حسب ما حضراتكم عايزين. ممكن تعملوا 4 تحت و4 فوق، برضو بتبقى حلوة جدا. بس انا عملت 6 علشان الرق عندنا هيبقى خفيف جدا، وعلشان يبقى السمك بتاعها جميل، وتبقى يعني ملمسها تخينة كده مش خفيفة عشان ما تبقاش ناشفة. ف6 كور دول مناسبين جدا، وبيطلعوا الفطيرة معانا طرية وتخينة مش رفيعة، وطعمها حلو جدا. وزي ما قلت لحضراتكم كده حاجة يعني شبه الرقاق، بس احلى واجمل من الرقاق كمان، طرية اطرى من الرقاق، والسمنة باينة فيها جدا اللي احنا دهنينها على الطبقات بتاعتنا. بصوا بقى بعد ما خلصت الطبقات كلها هبتدي كده ادوس على الاطراف زي ما حضراتكم شايفين. لازم تدوسي على الاطراف كويس جدا علشان اللحمة المفرومة ما تخرجش اثناء التسوية. نجيب بقى معلقة من اللبن او معلقة من القشطة حسب اللي متوفر عند حضراتكم، وندهن بيه الوش، وندخلها بقى على سخن حامي. لازم على فرن حامي، يعني لازم الفرن بتاعتنا تبقى حامية جدا، ونولع عليها من تحت في البداية. وبعد اخر 10 دقايق، يعني بالظبط خدت معانا في الفرن نص ساعة، اخر 10 دقايق طفيت الفرن من تحت وولعت الشواية، خدت معانا وش بالشكل ده. يعني انا اديتها وش بسيط جدا، مش عايزة احمرها اكتر من كده علشان ما تنشفش معانا. لو انتوا عايزينها تبقى ناشفة ممكن تخلوها تحمر تاني. بصوا ما شاء الله مستوية وحلوة جدا جدا، والطبقات بتاعتنا جميلة، كأنك بتاكلي فطير مشلتت بس بطريقة حلوة ومحشي لحمة. بصوا ما شاء الله احلى واجمل من الرقاق. فطيرة جميلة وسهلة وخفيفة وطعمها جميل جدا، مش تقيلة خالص. انت بتتحكمي في كمية نسبة الدهون اللي بتحطيها، يعني يا دوب بمجرد ما بتدهني العجينة بتاعتك وتفرد معاكي، مش بتزودي عن كده عشان ما تبقاش تقيلة. بصوا ما شاء الله جميلة جدا جدا. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. احلى واجمل فطيرة باللحمة المفرومة هتعمليها بكل سهولة.